ممكن دي تكون أغرب قصة تسمعها في حياتك، وممكن أصلا متصدقهاش، وده طبيعي جدا، لأن أنا نفسي مش عارف اللي بيحصل ده حقيقي ولا خيال، ولا من العالم التاني، ولا مجرد تعب وإجهاد ذهني. بس قبل ما نبدأ، ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة عشان نوصل ل1000 متابع في أسرع وقت. ويلا ندخل في القصة. أنا اسمي أحمد، خريج كلية حقوق، لسه متخرج من قريب، بتقدير مش أحسن حاجة بس يمشي حاله. أنا بطبعي بحب الهدوء جدا، مش بحب الزحمة ولا التعامل الكتير مع الناس، ومش بحب حد يمشي كلامه عالية. تقدر تقول إني انطوائي شوية، أو بمعنى أصح بحب العزلة، وده كان مسبب لي مشكلة كبيرة في الشغل. كل شغلانة أروحها مكملش أسبوع وأمشي، يا إما أنا اللي بسيب الشغل، يا إما هم اللي مش بيكملوا معايا. لفيت كتير جدا، اشتغلت هنا وهناك، بس مفيش فايدة، لحد ما في يوم خالي جه وقال لي: أنا جبت لك شغل مناسب ليك جدا، ما فيهوش تعامل كتير مع الناس، وهتعرف تستقر فيه. بصيت له باستغراب وضحكت بسخرية، وقلت له: إيه ده؟ هشتغل مع 200 يعني؟ بصلي كده بنظرة غريبة وقال: أنت عرفت إزاي؟ أنت كنت معايا؟ أنا اتصدمت، وهو كمل وقال: بجد؟ الشغل في مستشفى تبع ناس صحابي، طالبين فرد أمن، بس في الجزء الخلفي من المستشفى عند المشرحة. الغريب إني ما خفتش، بالعكس حسيت إن الشغل مناسب ليا جدا، مكان هادي، مفيش تعامل مع ناس. وقلت في نفسي: يعني إيه اللي ممكن يحصل؟ وافقت، وتاني يوم رحت استلم الشغل. الشفت كان من 8 ل10 ساعات، وأنا اخترت شفت الليل بنفسي عشان الهدوء. كنت فاكر إن مفيش جثث بتيجي بالليل، ودي كانت أول غلطة. المستشفى كانت كبيرة جدا في منطقة هادية، ليها 3 أبواب، باب رئيسي، باب للإسعاف، وباب خلفي على شارع مهجور، وده باب المشرحة. الشغل كان سهل، بساعد الدكتور لو احتاج حاجة أو أنقل حاجة. وكان معايا عم حسن، راجل كبير كده فوق 50، طيب جدا ودمه خفيف. كنا بنقعد نحكي طول الليل، وكان هو المسؤول جوه المشرحة، وأنا عمري ما دخلتها. لحد يوم عم حسن قال لي: يا أحمد، تعالى ساعدني نطلع حاجة من التلاجة، الدكتور جاي يشوفها. أنا طبعا فاهم الحاجة دي إيه. دخلت معاه، وكانت أول مرة أدخل المشرحة. الجو كان ساقع بشكل غريب، كأنك دخلت فريزر، وفي أدراج معدنية، كل درج فيه حاجة أنت فاهمها. أول ما دخلت حسيت إحساس غريب ضيق، كأني مش في مكاني، عايز أخرج بسرعة بس اتمسكت. عم حسن ضحك وقال: إيه يا عم، خوفت؟ قلت له بثبات: أخاف من إيه يعني؟ فتح درج وطلع جثة راجل، كان ميت في ظروف غامضة لوحده في شقته. ساعدته نشيل الجثة، وكانت ثقيلة بشكل غريب، ثقيلة جدا، كأني شايل حاجة أكبر من حجمها بكتير، وحطيناها على الترابيزة. وساعتها أقسم بالله حسيت إن الجثة بتتحرك تحت الغطا كأنها بتتنفس. اتخضيت وقلت: يا عم حسن، الحق، ده بيتنفس. بصيت تاني لقيتها ثابتة، مفيش حركة. عم حسن ضحك وقال: بتتنفس ايه يا ابني؟ ده ممكن يكون حلاوة روح. انا ما اقتنعتش بس سكت. بعدها عم حسن قال انه هيخرج يجيب حاجة، وسابني لوحدي. وقفت ابص للجثة دقيقة، دقيقتين، وفجأة بدأت تتحرك تاني، المرة دي بشكل اوضح. النفس بيعلى والصدر بيطلع وينزل، كأن في حد حي تحت الغطا. خفت، بس فكرت يمكن الشخص لسه عايش، يمكن اتشخص غلط. قربت منه وقلت: يا أستاذ، لو سمعني حرك أي حاجة. كل ما بقرب النفس بيعلى أكتر، لحد ما وصلت ومديت إيدي ورفعت الغطا. ويا ريتني ما عملت كده. وش ملوش ملامح، كأن حد صب عليه نار، مفيش تفاصيل، بس العينين كانوا مفتوحين وبينزل منهم دم، وكانوا بيبصوا عليا. اتحرك يمين، العين تتحرك، اتحرك شمال، نفس الشيء. كنت متجمد في مكاني، مش قادر اتحرك ولا اصرخ ولا حتى اهرب. وفجأة عم حسن دخل،
غطى الجثة بسرعة وقال بعصبية: إيه اللي بتعمله؟ هو ده شغلك؟ أنا كنت تايه وقلت له: ده كان بيتنفس، كان عايز مساعدة. بصلي وابتسم وقال: مش قلتلك؟ حلاوة روح. وخرجني بره وقال: روح اغسل وشك واهدى شوية. دخلت الحمام وانا دماغي هتنفجر، مش فاهم حاجة. وفجأة حد خبط على الباب، قال بصوت عم حسن: يلا يا أحمد خلص وتعالى. خلصت وطلعت. قلت له: خير يا عم حسن؟ بصلي باستغراب وقال: خير ايه؟ انا مندهتش عليك. قلبي وقع. قلت له: لا، ده كان صوتك. ضحك وقال: يبقى هما اللي بيهزروا معاك. وقرب مني وقال جملة عمري ما هنساها: اسمع مني كويس يا أحمد، في الشغل هنا لا تسمع ولا تشوف ولا ترد على أي حاجة، عشان اللي هتشوفه أكتر بكتير من اللي شفته. ومن يومها وأنا شغال بنفذ الكلام بالحرف، لا بسمع ولا بشوف ولا بتكلم. بس السؤال اللي لحد دلوقتي مش لاقيله إجابة: اللي حصل ده كان حقيقي ولا أنا ابتديت أضيع؟ ولو القصة عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان نوصل ل1000 متابع، ونكمل مع بعض قصص أغرب وأخطر من كده بكتير.